يسعد لي أوقاتكم بالخير والنور والسرور. جايبت لكم اليوم الدونتس المخبوز مش المقلي بأسهل طريقة، والطعم جدا خفيف. تعالوا نشوف مع بعض طريقة التحضير. معي بالأول مواد الجافة، عندي كوبايتين طحين، عليهم معلقتين صغار من البيكنج باودر ومعلقة صغيرة من القرفة، وبننخلهم. بعد ما ننخلهم بنضيف عليهم كوباية ونص من السكر ورشة من الملح، وبنقلب المكونات الجافة كلها مع بعض كتير منيح. هلا بدي أحضر المكونات السائلة. معي كوباية وربع من الحليب كامل الدسم، عليهم بيضة، وعليهم معلقتين من الزبدة السايحة، وحطيت أنا معلقتين من الفانيلا، وبنحركهم كتير منيح. بعدين معي هاي المكونات الجافة بدير عليهم المكونات السائلة اللي احنا حضرناهم، وبنقلب بالسباتيولا كتير منيح. مجرد تقليب مش عجن، مجرد تقليب. ضلكم قلبوا حتى كل التكتلات تختفي عندكم والمواد الجافة كلها تذوب، والخليط بيكون تقريبا سائل. معي هون أنا صينية الخبز تبعت الدونت، بدهنها بالزيت، زيت نباتي طبعا. وبعدين باستخدام المعلقة، إذا ما كان عندكم كيس الحلواني بقدر إني أعبي مكان كل قطعة دونتس من عجينة الدونتس السائلة، وبهيك حتى أكمل كل الصينية. نطرقها طرقتين وداخلها بفرن محمول مسبقا على حرارة 180. أخذت مني تقريبا 10 دقايق. وهون باستخدام الكيس الحلواني طبعا كتير أسهل، وأنا بفضل إني أستخدمه. وبس بنخبزه بنفس الطريقة. وهيك بعد ما أنا طلعت الصينية من الفرن بكل سهولة أنا بشيلها بالشوكة، وبشيل كل حبات الدونت. ومعي هون التغطية، نص كوباية من السكر، عليهم نص معلقة صغيرة من القرفة، بنقلبهم كتير منيح. ومعي هون كمية من الزبدة المسيحة، بغطس كل قطعة دونت بالزبدة وبنزلها بخليط السكر والقرفة. وبس، وهيك حتى أكمل باقي المقدار. شوفوا بدي أقطع لكم قطعة عشان تشوفوا قديش هي طرية وقديش هشة من جوا. شوفوا ما شاء الله ما شاء الله، طلعت رائعة وهشة وطرية كتير من جوا. كل ولادي حبوها. وبس هي كانت وصفتنا اليوم. يا ريت إذا عندكم أي تعليق أو أي سؤال تكتبوا لي بتعليقات أسفل الفيديو. ما تنسوا دعمكم القناة بلايك وشير وسبسكرايب حتى يوصلكم كل جديد، وصحتين وعافية.